انا كان فهد القاسم بغلطانه بالعنوان، الياس طه ديما شاكه فيا، واميره شاكر بغيتيني نكون ديالك باش نتعرفوا بالزربه الترتيب النهائي ديال هذا الاسبوع هذا. توب 3 ونسيم علاء الدين يس. قول يا اخويا، قول انا الاولى. يلا نمشيو مباشره، ما قلتلكمش نعرفوا شكون في المرتبه الثالثه بالزربه. بدر القاسم باول دخول ديالو في السباق ديال توب 3 في موسم علاء الدين. طبيعة الحال ديال الاسبوع كان هو الثاني، هو الاول، اليوم هو الترتيب النهائي فهو الثالث. ما صوتوش له بزاف، بطبيعه الحال التصويت كتعرفوا كيفاش كيتم. كتصيفطوا اس ام اس على الرقم 5050، ثمن الاس ام اس هو 6 دراهم تي تي سي، كتكتبوا مواسير، كتخلوا اسباس وكتكتبوا سميه ديال الاغنيه ولا سميه المغني. نمشيو مباشره نتعرفوا على المرتبه الثانيه. تحية الفنان يسار. تقولي انا غدار، تكلم الناس تكلاني لو فيك الوسواس. الياس طه بطبيعه الحال بعد ما كان معنا هو الاول السيمانه اللي فاتت وهاد السيمانه هذه والاسابيع اللي كانت قبل من الكونجي بطبيعه الحال، فهو اليوم غادي يخرج من السباق. شكون اللي خرج من السباق؟ حيديني من بين حيدك من بين. فرحتيني. جيتي معها قد اليوم اميره. بطبيعه الحال المرتبه الاولى فهي رجعت الاميره شاكر، بغيتيني نكون ديالك. هادشي فضل تصويتكم نتوما اللي كتصوتوا لاغنيتكم اللي كتعجبكم، اللي ما كتعجبكمش ما كتصوتوش لها بزاف فكتخرج معها من السباق. واليوم من محاسن الصدف ان مولات الاغنيه حضر معنا ضيفه اليوم. مرحبا بك اميره. الله يبارك فيك خويا علاء، ميرسي بوكو. لاباس عليك؟ كلشي مزيان؟ الحمد لله. شرفتينا ونورتينا ومبروك عليك الاغنيه. الله يخطيك، الشرف ليا انا. اليوم ان شاء الله غادي نهضروا على الاغنيه، نهضروا طبيعه الحال على التاخير ديالك. طبيعه الحال الاميره كتغني من زمان وكيعرفوك الناس بزاف ديال الكوفر، بزاف الاغاني اللي حطيتيهم في يوتيوب ومتابعينك الناس في لاشين ديالك في يوتيوب، ولكن تعطلتي شويه باش تخرجي لهم اغنيه ديالك، ولكن تعطي لها ما جاتش هكاك، ما كانتش غير لله في سبيل الله. الحمد لله رجعتي باغنيه اللي عجبت الناس، والدليل انها هي الاولى اليوم في الترتيب ديال توب 3. الحمد لله. تفضل اميره. نهضر لك على الاغنيه. بيان سور. الاغنيه هي من كلمات استاذ محمد الرفاعي، هو غني عن التعريف، وعنده بزاف ديال الاغاني اللي ناجحه، منها بلاش بلاش ومزينه الداوديه، شدي ولدك عليا، بزاف ديال الاغاني اللي ناجحه. اكيد. ومن التوزيع ديال الاستاذ رشيد محمد علي، حتى هو تبارك الله عنده بزاف ديال الاغاني اللي ناجحه، وانا حصل لي الشرف انني تعاملت معاهم. واخا كنت غندير اغنيه مع الاستاذ جلال الحمداوي، ولكن جا الروطار مني انايا وكتاب انني دار مع الاستاذ محمد الرفاعي، والحمد لله اغنيه زوينه وعجباتني وعجبت الناس الحمد لله. بطبيعه الحال الكليب، صورتي الكليب مع انور المير. عاودي لنا شويه على الكليب، فين تصور، شحال خدا ديال الوقت، هضري لنا شويه على الاجواء ديال الكليب. الكليب خدا نهار من الصباح حتى 3 ديال الليل. صورته مع الاستاذ الغني عن التعريف حتى هو الاستاذ انور المير، وكان لي الشرف انني نخدم معاه لانه هو اصلا عجبته الاغنيه وبغى يصور معايا يعني، وتا حصل لي الشرف اني تعاملت معاه. والكليب داز اجواء زوينه، ضحكنا بالخصوص ملي كنت دايره الموستاج. قال لي محمد البسطاوي شادين فيها كل شيء. الله يرحمه مسكين. الله يرحمه. بطبيعه الحال تبعنا سمعنا الاغنيه وكتدوز دائما على راديو بلوس، وتابعنا حتى الكليب، شفنا الكليب بطريقه جديده. انور المير تبارك الله عليه في الاخراج، غير نادير ما غاديش نهضروا على خدمته، متميز. حاول دائما حتى الاغنيه كانت قريبه بزاف من كيف كنقولوا طريقه باش تخدم الكليب، يعني الاغنيه رومانسيه واستعمل افكار جديده حتى في الاخراج. فريمون. انت علاش تعطلتي بزاف ما تخرجش اغنيه؟ انت كتغني مزيان، صوتك زوين، كيف قلت لك درتي بزاف ديال الاغاني اللي كتلوحهم، يعني اغاني ديال ناس اخرين كتغنيها وكتلوحها في يوتيوب وكيتابعوك الناس وكدير بزاف ديال لي فيو. علاش حتى دابا عاد غادي نلقاو اغنيه ديال اميره شاكر؟
تعطلت لان انا ما كنتش عايشه في المغرب. يلا عندي عامين دابا في المغرب. يلا تعرفت على ناس اللي عاونوني، منهم سي محمد الرفاعي وهذا. ويلا تعرفت على ناس اللي يقدروا يعطيوني شي حاجه اللي انا مقتنعه بها. اصلا انا الاغنيه حسيت بها، كون ما حسيتش بها ما كنتش غادي ناخذها ولا نغنيها، حيت عطاني بزاف ديال الاغاني وعزلت هذيك لان حسيت بها وعرفت راسي غادي اغنيه رومانسيه غنغنيها مزيان. كيفاش تلاقيتي بالرفاعي؟ كيفاش تلاقيت به؟ انا ما تلاقيتش به، عرفني. انا هضرت مع الاستاذ انور المير. كان كنت خدامه في واحد السواغي وجا وسمعني وقلت لي انا باغا ندير كليب واغنيه. وديك الساعات كنت الاغنيه غنديرها مع الاستاذ جلال الحمداوي. قال لي مرحبا. من بعد قال لي سمعي هاد الاغاني المير. سمعتهم قلت لي ديال من؟ قال لي هادو ديال الاستاذ محمد الرفاعي. وانايا كان وقع لي شي مشاكل اللي تعطلت على الاستاذ جلال الحمداوي وهو كان عنده الخدمه بزاف، راك عارف. تبارك الله عليه غني عن التعريف. وصافي وجات نكتب وصافي، غير نكتب وصافي وهي خرجت الحمد لله. طبيعه الحال الناس سمعوها ومازال كيسمعوها، وانا بغيت نسمعها منك ونسمع منها اكستري ولا لايف. نسمعوا منها شويه دابا نيت. ما بغيتي، حنا ما لناش تابعنا. دابا نيت يلا. بغيتيني نكون ديالك خاصك تكون ديالي. بغيتي تلعب عليا غدا نلعب عليك. حيدتيني من بالك غدا نحيدك من بالي. هكذا طبعي انا ما عندي ما ندير ليك. اللي حطني في عينه نحطه في عيوني. واللي لعب بديله يا ويلو مني يا ويل. اللي حطني في عينه نحطه في عيوني. واللي لعب بديله يا ويلو مني يا ويل. بغيتيني نكون ديالك. كلشي على هادي. كلشي للاحساس. تلعب عليا غدا نلعب عليك. حيدتيني من بالي غدا نحيدك من بالي. هذه اول اغنيه لك اميره ياك؟ يعني اول اغنيه بروفيسيونيل غتخرج بالكليب ديالها. والكليب حاولتي انك تسافر القنوات ولا بدا كيدوز في القنوات؟ مازال ان شاء الله غادي يدوز في بزاف تي في. هادشي اللي في بالي سلسله. هادشي اللي فراك غير هاد الساعه. ايوا خصك شويه تحرك، قلتها لك البارح. ضروري ان شاء الله. الاغنيه ملي كتخرج ضروري، الاغنيه كتخرج زويونه ويعني حتى الكليب زوين، ولكن خاصها متابعه وخاص لا بروموسيون باش دير لها نعول عليك في هادشي. مرحبا بك. كاين مشكل اميره ثانيه. مرحبا. الله يوديك. مرحبا بك. كتفكر انك تخدمي شي حاجه اخرى من بعد ولا بلاتي تخدمي الاغنيه شويه حتى واحد شهرين هكاك بغيت ندير شي حاجه شي ستيل ثاني مختلف عليها. تبالي شويه من الرومانتيك، تدير شي حاجه شويه محركه. داكشي اللي ناويه ان شاء الله الا سهل الله. اميره شاكر، واش بديتي كتغني بالضبط؟ واش عرفتي راسك كتغني؟ اش غنقول لك، انا كلشي كيقول ملي كنت صغيره وانا كنغني. فريمون ملي كنت صغيره وانا كنغني في المدرسه، في حفلات ديال المدرسه، اعياد الشباب. شكون كان كيعجبك تسمع له ملي كنتي صغيره وملي كنتي كتغني؟ يلاه بديتي كتغني. كنت كنغني بزاف اصاله، ذكرى، يعني الطربي. تعرفتي بزاف واحد الفيديو ديال ذكرى اسامي، ولكن ما نغنيش لك دابا. علاش؟ لا غنسمعوا منها. لا ما يمكنش. لا وتقول شي حاجه اخرى. هذه شي حاجه اخرى من غيرها. يلا نخليك انت اختيار. انا عارفك جيتي مريضه ولا جايبه معك دواء وداك الشيء، ولكن ما غاديش تمشي بلا ما تغني. ضروري. يلا نسمعوا شي حاجه، اختاري انت اللي بغيتي. غنغني اصاله لو تعرف. يلا. لو تعرفوا بنحبكم ونعزكم كده قد ايه، لا تقدروا حتى التراب اللي بنمشي لكم عليه. الحب له احوال كتير وحبكم اغلى بكتير. الحب له احوال كتير وحبكم اغلى بكتير، لانه ده الحب الكبير اللي ما فيش ازاي وليه ليه لو تعرفوا. الله 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 الله. عليك اميره.
ما عندي ما يتسال. الله يخطيك. صوت رائع جدا ماشي مجامله، الله يخطيك. من بشهاده ديال الكل، بشهاده ديال جميع الفنانين صحابنا اللي كنعرفوهم بطبيعه الحال كيعرفوا اميره شاكر وكيعرفوها كتغني زوينه. ما عندي ما يتسالك. غادي نختموا باغنيتك، شنو تبغي تقولي كلمه اخيره لي فان ديالك اللي كيتابعوك والناس اللي كيسمعوك؟ كنسلم عليهم كاملين كاع الناس اللي كيبغيوني وكنموت عليكم، وان شاء الله كنوعدكم غتكون اغنيه جديده عما قريب ان شاء الله. وكنتمنى ان الاغنيه ديالي تنال الاعجاب ديالكم وتطلع لي اكثر في ليفي تشوفوها اكثر واكثر ان شاء الله، وكنموت عليكم. هذا اخر شكرا لك اميره، تبارك الله عليك اللي حضرتي معنا اليوم. غادي نختموا باغنيتك بطبيعه الحال اللي هي الاولى في الترتيب ديال السباق ديال توب 3 وغادي نسمعوها مازال السيمانه الجايه ان شاء الله. الا عجبتكم زيدوا صوتوا لي على الرقم 5050. غادي نقول لكم انا نتلاقى بكم ان شاء الله نهار الاثنين. ما تنساوش غدا البيست اوف. تهلاو في راسكم. باي باي. سلامه. واعر الاغنيه.